نروح لتقرير عبد الفتاح التكريتي يروي حكايته مع الفنون القتالية مع صالح السامراء. خلينا نشاهده وراجعين. عبد الفتاح التكريتي شاب من أهالي صلاح الدين، عشق رياضة الفنون القتالية منذ صغره ليحقق عدة بطولات على مستوى المحافظة والعراق وآسيا. اسمي عبد الفتاح هادي الرشيد، بطل فنون قتالية محترف. أنا من سنة 2014 كان عمري 13 سنة، مواليد 2001. كنت أحلم في أنه أكون مصارع أو أكون ملاكم أو أكون أهم شيء أنه أكون لاعب رياضي في المسيرة الرياضية القتالية. فكان ما كان أكون مدرب أحصل حتى يعلمني حتى أدخل بطولات، بس الحمد لله والشكر قدرت أتعرف على مدربي، مدرب المنتخب الوطني الكابتن حسين جابر. علمني ودلاني على الطريق الصحيح في الرياضة في البطولات. فكانت أول محاولة إلي في سنة 2019، كان عمري 18 سنة، شاركت في بطولات العراق للمحترفين على رياضة الكيك بوكسينج K1 النظام الاحترافي. هي كانت أول محاولة، كان ضد خصم عراقي بطل آسيوي. الحمد لله قدرت أتغلب عليه في الجولة الأولى بالضربة القاضية. قلة الدعم من قبل الاتحاد والمحافظة دفعه للتفكير بترك هذه اللعبة، ليتدخل أبناء عشيرته لتقديم الدعم والتكفل بمصاريف مشاركاته بالبطولات العربية والآسيوية، ليواصل نجاحاته في نيل العديد من الميداليات الذهبية. قبل فترة من الزمن اعتزل عبد الفتاح التكريتي بسبب عدم الدعم المادي، بسبب تجويز البطولات الآسيوية والدولية. ماكو دعم من قبل الاتحاد صلاح الدين ولا من الحكومة المركزية ولا من حكومة محافظة صلاح الدين. ونشكر احنا عشيرة التكارته في محافظة صلاح الدين على دعمهم المادي لبطل عبد الفتاح التكريتي في الاستمرارية في رياضة MMA. عبد الفتاح أحد أبناء عشيرتنا وهو رياضي، ولكن بسبب قلة الدعم حاول يعتزل هذا المجال، ولكن احنا من شفنا هذا وقفنا وياه وساندناه بالدعم المادي. واحنا ايضا يعني احد اهداف زين عشيرتنا انه ندعم يعني شكو شخص عنده مثلا امكانيه في كل المجالات. ومع قلة الاهتمام بالبطولات الرياضية الفردية ومنها الفنون القتالية، إلا أن العديد من أبطال العراق ومنهم عبد الفتاح يواصلون تحقيق المزيد من البطولات الدولية. للقناة العراقية الرياضية صالح السامراء، صلاح الدين. وين راح تكون انتقالتنا يا